السلام عليكم وأهلا بكم في قناة فيو دراما. بهذا الفيديو سنعرض لكم توقعات الحلقة 24 من مسلسل لنويلاتية. بس قبل ما نبدأ بالفيديو كالعادة يا سادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مصدر السعادة، ولا تبخلوا علينا بلايك واشتراك وخلونا نبدأ. هلأ رح نذكركم بأهم أحداث الحلقة 23. مواجهة فيصل وصلاح باشا. بدأت الحلقة بمواجهة ساخنة بين فيصل وصلاح باشا بعد أن عجز راشد ورجاله عن إيقاف فيصل. يحاول صلاح تهديد فيصل ليصمت ولا يفضح سرقاته، لكن فيصل يتحدى صلاح ويهدده بكشف سرقاته للباب العالي، مؤكدا أنه دفن راشد الذي قتله فيصل. تنتهي المواجهة بتأكيد فيصل أنه سيتخلص من صلاح. صراع الشيخ رباح. يعيش الشيخ رباح حالة من القلق والخوف بسبب تصرفات أخيه، ويشعر بالندم لما آلت إليه الأمور، بينما يحاول صلاح استغلال الوضع لصالحه. سر الذهبات والخيانات. يكشف أيوب أنه هو من سرق الذهبات، لكنه يؤكد أنها كانت لحماية ابنته من صلاح. ينهار أيوب بعد أن تخلت عنه زهرة بسبب كذبه وخيانة الأمانة. يحاول فيصل مواساته، لكنه يدرك أن صراعه الحقيقي ليس مع راشد بل مع نفسه ودفنه لماضيه. مؤامرة كشف صلاح. تحاول شخصيات أخرى كشف الحقيقة حول مقتل إبراهيم باشا، وتتمكن من الوصول إلى شخص يدعى الشبلي الذي كان صلاح يبحث عنه ليقتله. تدخل المتصرف. يستدعي المتصرف أيوب وصلاح، ويقرر تعيين أيوب شيخاً للكار بدلاً من صلاح، معتبراً أن صلاح لا يستحق المنصب، مما يعزز موقف أيوب ويضعف صلاح. تهديدات سعيد باشا. يطرد سعيد باشا فيصل من منزله، ويهدده بأن المتصرف سيكشف حقيقته، لكن فيصل لا يبالي. خيانة وتلاعب. يظهر صلاح وهو يتخلص من أتباعه القدامى، ويخطط لاستخدام سعيد باشا للتخلص من فيصل. الذهبات وتهديد فيصل. يجد فيصل أيوب بحالة حرجة بعد أن حاول التخلص من ذهباته، ويحاول إنقاذه. نورهان وتغيير الولاء. يحاول سعيد إقناع نورهان أن فيصل هو والدها لقلبها ضده، لكن نورهان لا تصدق في البداية. مقتل الموظف معمر. يتم مقتل معمر الموظف الذي أرسله المتصرف للتحقيق في مقتل إبراهيم باشا، مما يشير إلى تورط صلاح أو رجاله في مقتل أي شخص يهدد مصالحهم. مخطط فيصل. يقرر فيصل نقل أهله، لكن نورهان تكشف له عن مخطوط قديم يخص لنويلاتية يوضح وجود سرداب سري يربط الكنيسة بالسوق، وأن من يسيطر عليه يسيطر على الشام. يقرر فيصل البقاء ومواجهة صلاح. تصاعد النزاع العائلي. تستمر المؤامرات، حيث يخبر فيصل نورهان بأن أمها لا تحبها وتتآمر مع صلاح. تنصيب فيصل. في النهاية يتم الاحتفال بفيصل كشيخ للكار، ويلقي خطبة يؤكد فيها أنه يمثل صوت لنويلاتية ويدافع عن حقوقهم. بناء على أحداث الحلقة 23، إليك توقعاتي لما قد يحدث في الحلقة القادمة من مسلسل لنويلاتية. 1. الصراع على الزعامة. بعد تنصيب فيصل شيخاً للكار، من المتوقع أن يحاول صلاح باشا وسعيد باشا تدبير مكيدة جديدة لزعزعة ثقة أهالي لنويلاتية بفيصل، ربما عبر استغلال ماضيه أو اختلاق اتهامات جديدة. 2. مصير أيوب والذهبات. قد نشهد محاولة إنقاذ أيوب من حالته الحرجة، وربما يكشف فيصل حقيقة من أوقع أيوب في هذا الفخ، مما سيزيد من حدة التوتر بينه وبين صلاح. 3. كشف سر السرداب. من المرجح أن يبدأ فيصل في التحقيق في أمر السرداب السري الذي يربط الكنيسة بالسوق، والذي قد يكون مفتاح سيطرته الكاملة على المنطقة، مما سيجعل المعركة أكثر شراسة. 4. تطورات علاقة فيصل ونورهان. قد تحاول نورهان التأكد من حقيقة كون فيصل والدها، مما قد يؤدي إلى مواجهة عاطفية بينهم أو بين نورهان وأمها، وقد يتدخل سعيد لتعميق الفجوة. بس هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، ومع السلامة.